اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا واذهب غم أنفسنا واجمع لنا الخير كله واصرف عنا الشر كله. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الكبدة البلدي أو الكبدة المستوردة، برضه هتعمليها بنفس الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. هنقول بسم الله. عندي هنا الكبده بتاعتي متقطعه شرايح، قطعتيها عند الجزار او اتقطعت عندك يعني انتي مقطعاها. اول خطوه بتحطيها في مصفى وتعصري عليها ليمونه، بس الخطوه دي ما جاتش معايا في التصوير. تعصري عليها ليمونه وتسيبيها في المصفى لغايه ما تنزل الدم كله. بعد كده حطيتها في طبق زي ما انتم شايفين. عندي هنا بقى ملح، فلفل اسمر، كمون، شويه كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه بتديها طعم حلو قوي. وعندي 5 6 فصوص توم كبار او نص راس توم، وعندي ليمونه وقرن فلفل حامي. انا بوريكم الكبده كده لما عصرتي عليها الليمون نزلت الدم بتاعها كله ولونها فتح معايا زي ما انت شايفه كده. الكبده بيبقى فيها من بره قشره خفيفه قوي كده شفافه، تشيليها عشان لو ما شلتهاش الكبده لما بتيجي تقليها بتلف معاكي كده، ما بتبقاش مفروده وبتشد في الاكل. انا دقيت التوم بالتوابل زي ما انتم شايفين كده وحطيتهم في بوله عشان احط جزء منهم على الكبده واحط الجزء التاني على سلطه الطحينه. هعمل معاكم سلطه الطحينه برضه. هحط كده تقريبا 3/4 الكميه كده. بسم الله. هعصر نص ليمونه كمان عليها. طعم الليمون مش هيبان في الكبده، والليمون كمان بيدي الكبده تطعيمه حلوه قوي وبيضيع طعم اي زفاره. عموما الليمون في اي حاجه. هنزل بقى على التتبيله دي بالكبده بتاعتي. هشيل بس قشره الليمون عبال ما اقلب. انا بحط قشر الليمون كمان، قشر الليمون كمان بيشيل الزفاره معايا. هقلب بقى كويس. بسم الله. ما بسيبهاش في التتبيله كتير، نص ساعه ساعه بالكتير قوي. ما حطيتهاش في التلاجة كمان، ركنتها جنبي بره. قلبي بس كويس كده وتتاكدي ان الكبده كلها اتشربت من التتبيله بتاعتك اللي هي عباره عن ملح، فلفل اسمر، كزبره، كمون، توم وفلفل ونص ليمونه وربع معلقه سكر برضو. تبلت الكبده كلها كده زي ما انت شايفه. هحط عليها قشره الليمونه برضو هسيبها، واحط عليها قشره الليمونه كمان اللي انا عصراها، وهسيبها في البوله بقى زي ما هي كده وهغطيها. انا سبت الشوكه والمعلقه عشان هستعملهم لما اجي اعمل الكبده. هركنها بقى. باقي التوم دوت انا بوريه لكم. هبتدي بقى اعمل صلصه الطحينه. عندي هنا كوبايه زبادي، هاخد منها معلقه كبيره يعني تقريبا نصها. ميه دافيه تحط صباعك فيها تستحمليها، الميه السخنه بتخلي الطحينه تقطع معاكي. انا عايزه ميه دافيه. وعندي نص ليمونه كمان، وعندي خل وزيت و... وعندي سلز وعندي الطحينه اصلا. انا مش عارفه، انا مش مبيناها في التصوير ليه، بس عندي هنا كمان الطحينه هتتحط وانا بعملها. حطيت كده التتبيله. انا بحط كله على بعضه مره واحده، ما بضربش حاجه مع حاجه وارجع احط حاجه تانية، لا كله مع بعضه ما عدا الميه بنزل بنصها بس عشان اشوف قوام الطحينه. خدت معلقه كبيره كده على الزبادي، من الزبادي على المعلقه اللي كانت معايا من تتبيله الكبده، وهنزل بحبة طحينة، حوالي نص كوباية طحينة. الزبادي بيخلي قوام الطحينة معاكي كريمي، وبيخلي الطحينة كمان لونها فاتح معاكي زي ما انت شايفة لون الطحينة كده. لما تتضرب تشوفي لونها. حطيت معلقة خل وهعصر نص ليمونة، اشيل بس منها البذر. بسم الله كده. وهحط حوالي معلقه زيت او معلقتين زيت. نصيحه مني بلاش ازازه الزيت الكبيره دي، على فكره بتبقى مرهقه في الاستعمال. يعني بصراحه هي موفره شويه في الثمن، بس بصراحه طول ما انت بتعملي منها كل شويه تشيلي وتحطي فيها هي مرهقه في الاستعمال بصراحه، فبلاش منها. حطيت كده كل المقادير بتاعتي، وحطيت نص كوبايه الميه بس زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي اضرب في الطحينه ضرب طبعا متقطع عشان الخلاط ما يبص منك. بسم الله كده. هضربها حوالي 3 دقايق وهفتح اشوف قوامها. لو محتاجه شويه ميه كمان هحط لها، محتاجه حبه طحينه لو لقيتيها خفت معاكي قوي حط لها كمان نص معلقه زبادي او حبه طحينه. بس انا نص كوبايه الطحينه خدت معايا كوبايه الميه كلها. ده مج كبير اللي هو 300 ملي. حطيت برضو حبه صغيرين وضربت في الاخر حطيت الميه كلها. حطيت نص معلقه السكر، كنت بوريها لكم. ما حطيتش هنا نص معلقه، ربع معلقه سكر فحطيتها برضو. انا في اكلاتي كلها بصراحه بحب احط ربع معلقه او نص معلقه سكر حسب كميه الحاجه. بتدي الاكل تسكيره كده سبحان الله يعني. بضرب في الطحينه بقى زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم ضرب متقطع. وهفتح اشوف القوام بتاعها.
لقيت القوام بتاعها خفيف شويه، هضربها كتر برضو انك بتضربيها كده القوام بيتقل معاكي. خلصت بقى معايا الطحينه، انا هوريها لكم. ولما بتريحيها وتحطيها في التلاجة شويه كمان معاكي بتتقل زياده. احطها بقى بسم الله. قوامها معايا حلو كده مش خفيف، بس لما بتحطيها في التلاجة ان شاء الله نص ساعه حتى بتلاقيها كمان تقلت معاكي اكتر من كده. هغطيها بقى واحطها في التلاجة. هبتدي بقى اقلي الكبده، هتبلها. انا عندي هنا معلقتين نشا او دقيق، لو ما عندكيش نشا حطي دقيق مع الرده. دول لازمتهم ايه؟ الرده بطبيعتها لونها بني زي ما انتم شايفين كده، فما بتحطيها في الزيت او في القليه في اي حاجه بتلاقي لونها غمق زياده. فانا بحط معاها معلقتين نشا، او لو مش موجود نشا حطي دقيق، بيخلي لون الرده يفتح معاكي. فما تحطيها تتقلي ما تبقاش لونها مغمقه قوي كده. انا بشوف كبده ساعات بتبقى لونها البني المكتوم قوي. معلقتين النشا بقى او الرد دول هيخلي الكبده معاكي لونها حلو، اللون الفاتح البني الفاتح الجميل ده. هقلب النشا مع الرده كويس، ما بحطش اي توابل. الملح برضو لما بتنزليه في الزيت مع في التتبيله مع الاكل بيحروق اللون. فانا مش حاطه اي تتبيله مع رده ومعلقتين نشا وبس، مش اكتر من كده. وابتدي بقى اقلب الكبده بتاعتي. أنا لسه ما ولعتش على الزيت لان الكبده ما بتحتاجش الزيت يكون سخن قوي، وما بتحتاجش وقت كتير على النار. فهحاول مثلا اتبل تلتها او نصها وبعدين هبتدي اولع على الزيت. بقلب كده زي ما انتم شايفين. لون الكبده فتح معايا اكتر لما عصرت عليه نص الليمونه برضو. هبتدي بقى اخد قطعه قطعه كده بالمعلقه، وممكن بايدك طبعا، بس لو بايدك بتاخدي الكبده بايد وتتبليها بايد عشان ايدك ما تبقاش متكتل حواليها الرده وكده. يعني لو هتعملي بايدك مش هتستعملي شوكه ولا معلقه، يبقى بتاخدي الكبده من البوله بايد وتبتدي تحطي الرده عليها وتتبليها كده بايدك التانية. هضغط عليها ضغطه خفيفه بس كده. الكبده طبعا مش هتستحمل ان انت تضغطي عليها قوي. ضغطه خفيفه كده وتنفضيها تنطريها نطره كده من الرده كده زي ما انت شايفه، علشان الزياده دي هتنزل في الزيت فهتحرق لك الزيت وهتحرق لك الكبده كمان. لو لقيتي حته كده مش معمول عليها الرده كويس حطي عليها برضو عادي. هاخد بقى واحده واحده كده زي ما انتم شايفين بسم الله. متهيألي دي اسهل طريقه بصراحه لقليه الكبده او لعمايل الكبده بالرده. في ناس بتحب تعملها برضو بالدقيق وفي ناس بتعملها بالبقسماط. كلها طعمها حلو، بس انا بصراحه بفضل اللي هي بالرده، واللي بتجيبيها من الشارع بتبقى بالرده على فكره. متبقاش بدقيق ولا بقسماط، يعني لو انت استطعمتيها قوي او بصيتي فيها هتلاقي عليها رده. افردها بس كويس كده لو فيها حتت متنيه عشان اخليها كلها تتشرب من الرده بتاعتي. زي ما قلت لك ضغطه خفيفه كده لان الكبده مش هتستحمل معاكي انك تضغطي عليها قوي، هتتقطع منك. تنفيضه بسيطه كده عشان لو فيها حاجه زياده تتشال. هبتدي بقى دلوقتي اولع على الزيت شكرا بتاعي، لك اول بس قطعه. مخليه النار متوسطه مش خليكي عاليه. اول قطعه. وهبتدي اقلي بقى بسم الله كده. زي ما انت شايفه الزيت ما غليش قوي اول ما الزيت تسيب الكبده. هو يا دوبك الزيت معايا حوالي متوسطه كده. بنزل بقى بالكبده بسيبها على الوش الاولاني ده من 4 ل 5 دقايق، على الوش التاني دقيقه واحده مش اكتر من كده. انت اصلا باين دقيقه واحده ما بالظبط على الوش تشبهين التاني بقى. غير وصلصه نور مكرونه كنت القمر. عامله جنبها مكرونه. يوم لون لون هبتدي الكبده اطلع بقى تطلعي على حاجه خضراء، بلاش مناديل المطبخ هتمسك فيها. ومناديل المطبخ كمان هتشرب جزء من الزيت وبعد كده المناديل هتتشبع، مش هتشرب بقيه الزيت. ده شكل الكبده بعد ما قليتها. لونها فاتح مش مغمق قوي عشان معلقتين النشا اللي انا حطيتهم معاها. ودي سلطه الطحينه، وعملت شويه سلطه خضراء برضو جنبها. والمكرونه بقى جزء بزيت وجزء بسمنه، عندي اللي بيحب المكرونه بزيت واللي بيحب المكرونه بسمنه برضو. الطحينه بقى احطي على وشها اي حاجه بيجي للتجميل. انا حطيت على واحد حبه كمون، واللي على الوش التاني ده بابريكا على فكره مش شطه، خفت بقى لحد ياكل منها تحرقه. وحبه بقدونس صغيرين على تالت واحده. هقطع معاكم كده بسم الله حته كده
اتقطعت معايا سهله ولونها من جوه كده